معاكم دكتور جرمين حافظ، دكتوراه تغذية علاجية، ماجستير جامعة القاهرة تغذية، لايف كوتش معتمد وهيلث كوتش ومؤلف ومحاضر معتمد. أنا حابة النهاردة أقول لكم عن شوية حاجات في الدايت. في ناس كتير ما بتبقاش عارفة إن الدايت ده عبارة عن إيه؟ عن شوية أنظمة غذائية. في ناس كمان أكتر ما هياش عارفة إن كل واحد فينا بيكون ليه النظام الغذائي بتاعه. يعني إيه؟ يعني أنا مثلًا من طولي ووزني وسني ونسبة دهوني وحركتي والكلام ده كله، والأكل المفضل بالنسبة لي، باحب أنظمة الlow carb. في ناس تحب الصيام المتقطع وعكس السعرات، في ناس مثلًا تحب الketogenic diet، في ناس تحب إن هي تروح تلعب رياضة، ومع الرياضة بتقلل أكلها شوية، وهي بتمشي ما بتمشيش، لإن إحنا المفروض الأول نعرف إيه الdiet المناسب بالنسبة لنا. مش كل واحد زي التاني، ومش كل دايت زي التاني، ومش كل تأثير زي التاني. طب يعني إيه؟ يعني أنا هدفي مثلًا إن أنا أخس، وأنا كمان مش overweight أوي، مش obese، فأنا هاعمل إيه؟ أنا بارشّح له مثلًا بيشوف عن الinbody بتاعه، وعلى حسب الinbody والكلام اللي إحنا بنتكلمه مع بعضه وهدفه بادّي له الدايت بتاعه. مهمة الإنبادي إيه؟ مهمة الإنبادي مش عشان يجيب لك إحباط، صحيح، ما ينفعش أبدًا، أبدًا إن أنا أطلع على الميزان قبل الأكل وبعده، وإحنا أصلًا ما بناخدش بالميزان. طيب إحنا بناخد بإيه؟ إحنا بناخد بالشكل، بالمقاسات. ليه؟ لإن إحنا في الإنبادي اللي إحنا بنعمله كل شهر أو في المقاسات المازورة اللي إحنا بناخدها، إحنا الأنظمة اللي بتنزّل دهون وبترفع المَيّة والعضلات ما لهاش علاقة بالميزان. لو طلعت بالميزان مثلًا وعرفت إن الميزان بتاعي 50، 60، بكرة ممكن أطلع على نفس الميزان وألاقي نفسي زايد 4 كيلو أو نازل 2 كيلو. على أساس إيه؟ شوية مَيّة زيادة، عندي البيريود، أكلت أكلة مش موجودة في الدايت، لخبطت، أو مثلًا أنا عندي إمساك، عندي مشكلة، أو إن كده الجسم مش بيبقى الصبح زي الضهر زي بالليل. في ناس بتقف على الميزان قبل الأكل وتقف عند الميزان بعد الأكل. طيب أنا المفروض أوزن إمتى؟ باوزن كل أسبوع، باكون ما أكلتش، ما شربتش، ما عنديش إمساك، ما عنديش البريود، بنفس اللبس وبنفس المكان، الميزان بتاعي على بلاطة واحدة علشان هاقف تبقى بنفس الظروف، وآخد الميزان واكتبه. الأهم هو المقاسات، باخد المازورة، باخد من آخر عضمة القفص الصدري، ده مقاس اسمه الوسط، وكمان لو هاخد البطن باخد من منتصف السرة وده مقاس، وكل مرة باخد من نفس المقاس. ده كمان بيعلمني إزاي آخد مقاساتي لما أعمل جلسات الميزوثيرابي. مش موضوعنا. طيب أنا وقفت على الإنبادي، عرفت طولي وعرفت وزني وعرفت نسبة دهوني، وكمان حسبنا بقى نسبة السعرات الحرارية، وبعدين بناخد نسبة السعرات الحرارية دي اللي هي 1200، 1500، 1700 whatever. أنا باخدها طب باحسب إزاي سعراتي الحرارية؟ حاجة بسيطة خالص، ممكن أحسبها بPMR calculator أطلّعها، وحسب نشاطي قد إيه، مرّة أو 3 مرات في الأسبوع رياضة، ما بالعبش رياضة، نشاط مكتبي، سِت البيت واللي بيشتغل نشاط مكتبي بيبقى no or little exercises. وبعد كده حضرتك بتروح واخد الinputs دي وبتاخد على أساسه ليّا قد إيه، ناخد بالنا. ما ينفعش أبدًا نقلل عن 1500 سعر حراري للراجل في الأول، وما ينفعش أبدًا نقلل عن 1200 سعر حراري للسيدة في الأول. ليه؟ علشان الجسم ما يحسش إنه داخل مجاعة، وده اللي ناس كتير أوي بتقف عنده، ناس كتير أوي بتعمله غلط. يقول لك إيه، أنا هاحرم نفسي من الأكل خالص، أنا هاعيش على المَيّة، أنا هاعمل عجز سعرات كبير أوي. اللي بيحصل حضرتك إنك يا بتثبت يا بتزيد. طب ما أنا نزلت، حضرتك بتنزل مَيّة في الأول، وبعد كده الجسم هيحس إن هو داخل مجاعة، مش عارف حضرتك هتدخّل له الأكل إمتى، فبيعمل إيه، أول ما الأكل بيخش بيخزّنه في مخازن الدهون، وكل واحد فينا مخازن الدهون بتاعته غير التاني. طب أنا أعمل إيه؟ لازم أشبّع جسمي، عشان كده لازم أختار الدايت والنظام الغذائي المناسب ليّا. باخد السعرات الحرارية دي أقسّمها بروتين وكارب ودهون حسب النظام الغذائي. طب إيه هي الأنظمة الغذائية؟ في عندنا مثلًا تعالَ نرجع حتّة كده تانية، الناس اللي بتقول لك أنا ماشية نظام الصيام المتقطع، ده مش نظام حضرتك، ده هيكل النظام، ده اللي على أساسه أنا باقول هامشي إيه مع الدايت. يعني بانظّم وجباتي، بانظّم إمتى آكل وإمتى أشرب، بانظّم المواعيد اللي إن هي مش بتبقى متنظّمة إن أنا باكل في نفس الميعاد وباوقّف في نفس الميعاد، لأ، أنا بافهّم جسمي إمتى ياكل وإمتى يوقّف أكل بالصيام المتقطع.
لازم دايت مع الصيام المتقطع؟ أكيد لازم دايت مع الصيام المتقطع، ودي مهمة جدًا، جدًا، إن أنا ما فيش حاجة اسمها باقلل شوية من الأكل وآكل كل اللي نفسي فيه وبعد كده أقول إن أنا صيام متقطع. حتى الصيام المتقطع وأنا باخرج منه أو أنا باقطعه خلاص، هو مثلًا تعالي نتكلم مثلًا عن 16/8 اللي هي الناس كلها تقريبًا بتعمله، 16 ساعة باصوم، باشرب فيهم مَيّة ومشروبات عشبية من غير ولا سكر ولا لبن ولا ليمون، وما باكلش أي حاجة فيها سعرات جوه حتى الخضار والفاكهة لأنها فيها سعرات surprise. طيب بعد كده باكسر الصيام المتقطع بتاعي على حسب الدايت اللي أنا باعمله، باكسره على البروتين والدهون الصحية وطبق السلطة، ما باكسروش على كوباية نسكافيه، ما باكسروش على كذا، لازم الوجبة تكون متكاملة عشان آخد الصح من الصيام المتقطع. فترة الصيام المتقطع اللي هي 16 ساعة منهم ساعات النوم، وأنا ممكن جدًا وأنا مش واكل إن أنا أمشي أو أجري الحاجات اللي هي فيها كارديو خفيف، اللي أنا ممكن ساعتها إن أنا أقدر إن أنا أبتدي أحرق أو أكمل حرق فيها من بالليل للصبح. PS حاجة حلوة كده صغننة، الناس اللي بتخس الأحسن ما تفطرش، والفطار مش أهم وجبة في اليوم ولا أي حاجة خالص، ودي حاجة برضه مش ناس كتير تعرفها. خلاص أنا بابقى عارف النظام اللي أنا فيه، إذا كان صيام متقطع مع عدد سعرات أو صيام متقطع مع أنظمة الlow carb حسب النظام اللي الدكتور بتديه لك، صيام متقطع مع ketogenic diet ومش من أول شهر، أو أتكنز بقى، كاراتاي، أي نوع من أنظمة من الأنظمة اللي إحنا عارفينها. لكن للأسف الشديد ناس كتير قوي ما بتعرفش غير عجز السعرات اللي هو البالانسد دايت. البالانسد دايت كل الأنظمة اللي إحنا بنتكلم عليها دي أنظمة اللو كارب أو الأنظمة التانية هي بالانسد برضو، بس فيها ممنوعات ومسموحات. هما بيسموها بالانسد دايت عشان هي بيبقاش فيها ممنوعات ومسموحات، وده غلط. يجي يقول لك إيه، لا ده أنظمة اللو كارب مثلا ندي مثال بتمنع الكارب. ازاي يا جماعه؟ كربوهيدرات موجوده في كل حاجه في حياتنا، موجوده في الخضار والفاكهه. كل ما تجوع كل طماطمايه، كل ما تجوع هتطبق فاكهه كده من ايام الاطباق بتاعت الكفار، كل ما تجوع خد لك خياره، ده بيجوعك اكتر. ليه؟ لانك انت اولا مش عارف اذا كنت جعان ولا لا. اول ما تحس انك جعان بتشرب ميه وبتشوف اذا كنت جعان ولا لا. قال يعني بتخلي طبعا اول حاجه الجسم بيقول لك ان هي فيها جعان ان هو بيكون عطشان، واحنا ما بنديش اهميه. اول ما الجسم بيقول لنا جعان نجري على الثلاجه، نفتح الثلاجه وناكل اي حاجه وخلاص. بس يا جماعه انا ببقى عارف يعني ايه انظمه غذائيه، بتتقسم لايه، مين هياخد ايه، هقسمها ازاي، كربوهيدرات وبروتين ودهون. لان انا ما ينفعش ابدا ان انا اخد السعرات الحراريه كسعرات حراريه شكرا، انا ليا 1400 سعر حراري اكل بيهم اللي انا عايزه خلال اليوم خالص، خالص. حتى ال 1400 ال 1500 whatever انا ليا كام سعر حراري لازم اقسمهم بروتين وكرب ودهون على حسب الدايت اللي انا بعمله. ده اول حاجه. تاني حاجه، انا عايزه اغير فكره الدايت اللي هو الفتره صغننه دي اللي انا بعمل بيها جول صغير واول ما يخلص برجع اكتر من الاول واوصل لليويو دايت. طيب هعمل ايه في الحته دي؟ الحته دي بسيطه خالص، انا هبقى هعملها ان انا لازم اعرف انا داخل هدفي ايه. في هدف كبير اللي هو صحتي تبقى مضبوطه وان هو اوصل الشكل المناسب ليا ونسبه الدهون المناسبه ليا، مفيش حاجه اسمها الوزن المثالي، لا. وان انا عايز اعيش لايف ستايل خلاص انا ظبطت الدنيا، او ان انا عايزه اخس او عايزه اتخن او عايزه ازيد. حسب هدفي انا بعمل جول كبيره وشويه جول صغيره، وبغير عاداتي من 3 ل6 شهور، وعلى حسب تغيير العادات ده انا بمشي مرحله مرحله وبعدي حاجه حاجه. تغيير العادات من 3 ل6 شهور، ما اجيش احكم على دايت في شهر وشكرا على كده. علشان احكم على الدايت اذا كان ينفع اصلا معايا ولا لا، يبقى انا ببتدي افكر فيه بعد شهر، بعمل له تقييم بعد شهر. ما ينفعش اسبوع ولا اسبوعين وشكرا انا ما ينفعش معايا، لا خالص. لازم الجسم يخش في الحاله بتاعه الدايت بتاعته. عشان كده ما ينفعش ان انا اخلي في وجبه فري كل اسبوع، لان ساعتها دايت مش هينفع لان انا لسه ما دخلتش في الدايت اصلا. بصوا يا جماعة، هي شوية عادات بنغيرها وشوية عادات جديدة بنحطها، شوية أنظمة غذائية بنمشي عليها، شوية فكر إحنا بنغيره وشوية فكر إحنا بنضيفه وبنشيله، عشان ما يبقاش اللي نعرفه أحسن من اللي نعرفوش، وإحنا اللي نعرفه ما جابش معانا نتيجة، يلا نجرب اللي ما نعرفوش. كان معاكم دكتور جيرمين حافظ، دكتوراه تغذية علاجية، ماجستير جامعة القاهرة تغذية، لايف كوتش معتمد وهيلث كوتش ومؤلف ومحاضر. استنوا مني كل شوية شوية نصايح.